السلام عليكم. في خبر اليوم، تتم محاكمة الظهير الأيسر إلياس تشيتي البالغ من العمر 28 عاما أمام محكمة أونجي. يشتبه في أن اللاعب الجزائري الدولي لمنظمة شانغهاي للتعاون ارتكب عملية لمس خلال إحدى الأمسيات في ملهى ليلي. وسيحاكم إلياس تشيتي أمام مكتب المدعي العام في أونجي في أبريل المقبل وفقا لويست فرانس. ويشتبه في أن الجانب الأيسر قد لمس امرأة في ملهى ليلي. كانت الحقائق ستحدث خلال فترة التوقف الدولي المرتبطة بكأس العالم 2022. وصرح مدير الاتصال بمنتخب أونجي محمد صفاوي للصحيفة الإقليمية أنه تم إبلاغ النادي بهذه القضية التي تمت في وقت خاص، لكن المنظمة للتعاون لن يكون لديها المزيد من المعلومات حول طبيعة الحقائق في الوقت الحالي، كما أن مستقبل اللاعب في أونجي غير مؤكد. سيعتمد إلياس تشيتي الذي وصل إلى أونجي في صيف عام 2022 على قرار المحكمة. سيتم الحكم على اللاعب وفقا لإجراءات المثول على الاعتراف المسبق بالذنب. وأكد صفاوي لويست فرانس: سنرى ما سنفعله بهذه القضية، والنادي سيناقشها مع إلياس تشيتي. كما أن اللاعب الجزائري الدولي شارك في 5 مباريات بالدوري الفرنسي مع فريقه هذا الموسم. يعود آخر ظهوره إلى 12 فبراير ضد أوكسير. ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها نادي أونجي مشكلة مع القانون هذا الموسم، وقد تمت مداهمة مقرها في يناير كانون الثاني. المرجو دعم القناة بالاشتراك والإعجاب للمزيد من المعلومات. شكرا لكم.